السلام عليكم أحبة الكرام. أنا خريجة من الجامعة الفقهية العالمية في عام 2000 في كلية دراسات إسلامية، وفي عام 2003 أنا كنت خريجة من معهد أستاذية وكلية اللغات الإنجليزية إنجليزي وألماني في دوشنبه في تاجيكستان. وفي عام 2025 خرجت من معهد طبية في روسيا، الحمد لله، في كلية إسعافات أولية. وأنا سيبة ولدي بنت عمرها 14 تكون غدا إن شاء الله، غدا هي تكون 14 وأنا 53 عمري، ولذا أنا أحتاج لمساعدتكم لكي تساعدني، لكي ابن أختي لا يستطيع أن يقتلني، هذا أول. والثاني أنا أبحث في عمل، أنا أريد أعمل وأخدم المسلم والمسلمين والمسلمات إن شاء الله. لدي كثير من اختصاصات، ولكن ما أستطيع أن أعمل في أي مدرسة إسلامية أو جامعة إسلامية. أنا كنت في تاجيكستان في جامعة إسلامية، هناك أيضا ما فيش مكان لعمل، قالوا بعد السنة القادمة تعالوا نأخذكم في عمل. وفي جامعة في روسيا أيضا أنا أتصل، هم أيضا كلهم يعطوني جواب ما فيش مكان فاضي، ما نستطيع نقبلكم في عمل. لذا الآن أنا آه، أخبركم وإلى الشعب المسلم في العالم، أي منكم يستطيع أو تستطيع أن تقبلني لعمل وتساعدني وتحميني من هذا قتل بنت أختي تيسي. هكذا يعني أنتظر جواب منكم، ورقم تليفون في الكومنت، يعني إن شاء الله تضعوا رقم هاتفكم. طيب، جزاكم الله خيرا خير جزاء.